السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم فيديو فطارنا، فطار الشعب المصري. فطار سهل وبسيط المتوفر في البيت. عندنا هيبقى طعمية وبتنجان وفول وبطاطس وطماطم مخللة شرايح، وعندنا الجرجير، وهنشوف هنعمل ايه كمان. هنعمل البطاطس وهنعمل البطاطس. انزل بالباذنجان كده. دي الطماطم المخللة بالدقة يعني. الدقة عبارة عن فلفل احمر واخضر وثوم وخل وملح، وممكن شطة لو حابب حد يحط شطة يحط. ودي الطماطم قطعتها كده 4/4، وهنبدأ نحشي الدقة كده فيها بالشكل ده كده اهي، بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهي. اتمنى تعجبكم. هنقلب الفلفل اهو وفتحاه عشان ما يفرقعش في الزيت، يعني ماسكه القرن وفتحاه بالسكينه. نقلب الطعميه بقى، هنحطها هنا كده على المعلقه بالشكل ده كده، وهنحشيها من الدقه دي كده، وهنقفلها كده بالشكل ده كده اهي. بالشكل ده كده، ونحطها في الزيت بالشكل ده كده اهي. هعمل الفول بقى. جبت فصين توم حطيتهم على النار بمعلقتين زيت من مطرح القلب بالشكل ده كده، ومقطعه فلفل ومقطعه طماطم. هنزل بيهم، هنزل بالفلفل الاول مع الثوم دلوقتي بالشكل ده كده، وهقلب لحد ما الفلفل ياخد من ريحه الثوم بس بالشكل ده كده. هنزل عليهم بالطماطم، نزلت بالطماطم هديها تقليبه بالشكل ده كده. بالشكل ده كده هسيبها دقيقتين كده على النار، وهحط الملح والكمون بالشطه والكزبره الناشفه. الملح اهوت انا عاملاه كده متخلط جاهز اهو. هقلب بالشكل ده كده. بالشكل ده بقى هنزل بالفول. بسم الله. بالشكل ده كده الفول دي انا اللي عاملاه وضربته في الخلاط بالشكل ده كده. هنقلب بالشكل ده كده. شكل الفول اهوت بالشكل ده كده. هطفي عليه بقى. ده شكل فطارنا اهوت بالشكل ده كده. فطار الشعب المصري او فطار الشعبي بالطريقه دي زي ما وريتكم في الفيديو. اتمنى يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.